أهلا بيكم أصدقائي. النهاردة معانا حكاية حصلت مع صديق عمري علاء صديقي من الابتدائي، وزي كل الناس تنسيق الثانوية فرق ما بيننا، وتنسيق علاء وداه لهندسة أسيوط. ودي كانت بداية الحكاية مع علاء، لأنه اتأخر في التدوير على سكن في أسيوط نظرا لبعد المسافة وضرورة السفر علشان يدور على سكن. ولما بدأ يدور بدأ مع بداية الدراسة، وهو بيدور طبعا ما لقيش سكن لحد ما فقد الأمل، وفجأة لقي بيت. البيت ده كان مكون من دورين، دور أرضي ودور أول علوي اللي كان هيسكن فيه علاء، والبيت ده كان واقف على المحارة. علاء شاف البيت ده مناسب جدا ليه، ما كانش غالي، وكان علاء هيسكن لوحده فكان محتاج سكن ما يبقاش غالي عليه. علشان كده علاء شافه فرصة، وكان بيقول لي أنا قلت يا بركة دعاكي يما لما لقيت السكن ده، بس ما كنتش عارف اللي هيحصل لي بعدها ويخليني ما كملش أسبوع واحد فيه، وابقى في اليوم الخامس بايت في الشارع. السكن كان في شارع ضلمة، كان محشور بين جنينة وبيت طين قديم، وكان مدخل البيت مفهوش نور. ومش بس كده، كان في قطتين دايما واقفين في مدخل البيت وشكلهم مرعب جدا ولونهم أسمر، ولو حاولت بكل الطرق تمشيهم ما بيخافوش ولا بيتحرك، بل انت اللي هتترعب منهم وهتهرب كمان. علشان كده علاء ما كانش بيخرج من البيت بعد المغرب علشان يقدر يرجع ويدخل البيت تاني. لكن وهو بيحكي لي قال لي ان القطط دي كانت اقل حاجة في السكن، لان بعد كده ظهر السكن على حقيقته. اللي حصل بقى ان مع اول ليلة ليه في السكن كان سامع صوت نفس وكأن في حد نايم معاه في البيت. فانا قلت له ولكن عادي يا علاء، ممكن تكون تخيلات عشان انت لوحدك يعني في البيت. اول ما قلت له كده اتقلب وش علاء لما قلت له، وقال لي ما انا قلت كده ودخلت نمت عادي، ولاني كنت تعبان من السفر فنمت وما حسيتش بحاجه، لكن صحيت على الساعه 3 بالليل على صوت خبط شديد فوق السطح، مع العلم ان مفيش شقه فوق، ده سقف فاضي. علاء حاول يتجاهل الصوت وينام، لكن الصوت ما كانش بيفصل، بل بالعكس كان بيزيد. علاء اتعصب وقال لا بقى، وخرج بكشاف تليفونه وطلع على السطح علشان أول ما يطلع يتخيل بحد قاعد في جنب شكله مخيف في الضلمة. ولكن لما النور جه عليه اختفى. ساعتها علاء حس بالرعب ونزل جري، ولما نزل فضل يحاول يفتح الباب بالمفتاح والمفتاح ما بيفتحش. علاء بيقول لي أنا كنت هكسر الباب من الرعب اللي كنت فيه، ولكن بعد نص ساعة الباب فتح بسهولة وكأن مفيش مشكلة. نص ساعة بحاول أفتح الباب، وبعد نص ساعة فتح وكأن مفيش مشكلة. وأول ما الباب اتفتح جري للسرير وقام مغطي وشه وقال لو البيت اتهد مش هقوم. ليلتها الخوف سيطر عليه وما كانش قادر ينام أو حتى يقعد، وفضل يسمع أصوات تروح وتيجي، شوية كركبة في المطبخ، وشوية خطوات مشي في الطرقة، وشوية أنفاس في الأوضة حواليه. كل ده وعلاه هيموت من الرعب وهيموت ويدخل الحمام ومستحمل علشان ما يقومش. خلصت الليلة دي مع أذان الفجر اللي صوته كان جاي من بعيد. وفي اليوم التاني قرر علاء انه يشوف حد يسكن معاه او حتى يبات معاه الايام دي بدون مقابل، وعلشان كده بدأ يتعرف على ناس كتيرة في الكلية ويسألهم لو محتاجين سكن، ولكن ملقاش حد في اليوم ده. ولانه كان خايف ففضل بره البيت اغلب الوقت، وقرر يرجع بعد العشاء تحديدا على النوم على طول. راح السكن وهو مستعد للنوم، ولكنه كان لسه أول مرة يجرب القطتين اللي واقفين في المدخل، واللي ما كانوش مجرد قطط،
بل كانت أشبه بوحوش بتواجهه بشجاعة، وكأنهم حراس بتحاول تمنعه من الدخول. يهش ما يخافوش، يزقلهم ما يخافوش، بل بالعكس هو اللي كان بيخاف وبيرجع في كل خطوة. وبعد معاناة معاهم لمدة تزيد عن الساعة قدر ينط من فوقيهم ويطلع السلم بسرعة، ووصل الحمد لله والباب اتفتح من أول مرة. دخل غير هدومه ودخل الحمام وهو واقف على الحوض وبيغسل سنانه قبل ما ينام. فجأة بيبص في المراية اللي قدامه، اللي شافه كان شاف ست عجوزة شعرها أحمر ومغطي نص وشها، والنص التاني من وشها كان مشوه وكأنها محروقة. كانت واقفة وراه، وساعتها بس علاء أصيب بالشلل الكامل في جسمه، ولما بص على المية اللي نازلة من الحنفية لقاها اتحولت لدم. كل ده كان مجرد ثواني، وبعدها اختفت الست ورجعت المية عادية تاني، وكأنه كان انذار أو تخيل. يا علاء ممكن خوفك أثر عليك وخلاك تتخيل. علاء أول ما سمعني بقول له كده قال لي أنا غلطان إني بحكي لك، ما أنت لو كنت مكاني كنت عملتها على نفسك. ولأني عارف علاء ما كانش من النوع اللي بيكذب أو يألف قصص أو يحور، وما كانش محتاج إن يعمل قصة عليا أو يحور عليا، ما كانش محتاج يعمل كده معايا، ده احنا صحاب بقالنا سنين. علشان كده عرفت ان علاء مقتنع جدا باللي بيقول وانه ممكن يكون حقيقة، فطلبت منه يكمل. بدأ يكمل وقال لي انا شفتها حقيقي، لان مستحيل اقدر اتخيل الست دي بكل تفاصيلها، بس لو انت مش مصدق فاحب اقول لك اني بقيت اشوفها كل يوم، ومش بس في الحمام، لا كمان وانا نايم الاقيها واقفة قدامي. علاء مع الوقت بدأ يتعود على الأصوات والست اللي بتظهر له، ولكن في يوم هو راجع من الكلية لقى حد خارج من الجنينة اللي جنب البيت، فراح له وسلم عليه وعرفه بأنه ساكن هنا وأنه بيسمع أصوات وبيشوف ست. وأول ما علاء حكاله الراجل قال له أنت بقالك كام يوم هنا؟ رد عليه وقال له 4 ليالي والنهاردة اليوم الخامس. الراجل قال له مفيش حد جه سكن في البيت ده وعدى عليه أسبوع إلا وحصلت له مصيبة ومات. واحد قبل كده عربية خبطته وهو خارج من الكلية، وواحد مات مخنوق بالغاز، وواحد مات في حادثة قطر، ومن يومها ومحدش بيقدر يسكن هنا. كل ده انذار ليك، لكن لو فضلت هتكون نهايتك. علاء خاف جدا، لكنه سأل الراجل هل البيت ليه قصة هي السبب مثلا؟ الراجل بدأ يحكي ويقول البيت ده كان بيت طين زي اللي جنبه، وكانت ساكنة فيه ست عجوزة، وكانت عندها حفيد واحد بس وعايش بعيد عنها وما بيجيلهاش خالص. الست دي كانت عندها دهب وحفيدها كان عارف، وفي يوم قرر حفيدها انه يجي ويسرق الدهب، ولكنه لما دخل الليل علشان يسرق الدهب لقاها صاحية وشافته. بعد شوية كلام مع بعض قال لها أنا عاوز الدهب اللي معاكي. قالت له لما أموت ابقى ورثني. قام جايب سكينة وقال لها خلاص نورث دلوقتي، وراح طاعنها بالسكينة، وعلشان ما حدش ياخد باله إنه قتلها قام مولع في البيت وساب البيت ومشي. صحيوا الناس تاني يوم على حريقة ماسكة في البيت، وبعد فترة جه حفيدها ويهد البيت وبنى بيت الطوب ده، لكنه من يوم ما بناه ما قدرش يكمله ولا قدر انه يدخل ويسكن في البيت ده ليلة واحدة بس. وعلشان كده حس ان هو خسر كل حاجة، فقرر يأجر البيت، وكل ما يجي حد يسكن في البيت تحصل له مصيبة زي ما قلت لك. اهرب يا ابني، اهرب وسيب البيت ده وامشي قبل ما تحصل لك مشكلة
أو مصيبة، اهرب يا ابني قبل ما تموت في حادثة، سيب البيت حتى لو ما رحتش الكلية. علاء بصله وسكت وما كانش عارف يرد عليه ويقول له ايه، بس هو كان عارف حاجة واحدة بس، وهي انه مستحيل يبات في البيت ده تاني. ولانه كان اليوم يوم الاربع وكان باقي يوم واحد بس في الاسبوع، فقرر انه يبات الليلة دي بره في الشارع في اي حتة في اي جامع، ويحضر الكلية تاني يوم وبعدها يلم حاجته ويسافر. وده اللي حصل، انه بات 5 يوم في الشارع وبعدها راح الكلية تاني يوم، ولما خرج لم حاجته ويسافر. ودي كانت حكاية علاء معانا النهاردة. لحد هنا أنا خلصت حكايتي، لكن حكايات القناة ما بتخلصش، معانا حكايات كتير وأجمل وأجمل وأجمل. لو حابب النوع ده من القصص تابعنا واعمل اشتراك بالقناة، ولو عجبتك القصة دي اعمل لنا لايك، وما تنساش تعلق وتقول لنا رأيك في القصة علشان نطور المحتوى بناء على رأي حضرتك. سلام.